في حضرة الديربي لا تكون البطولة مجرد سباق على النقاط، بل تتحول إلى امتحان للقلب قبل القدم، وللأعصاب قبل المهارة، وللتاريخ قبل الحاضر. الديربي نبدأ مرتاح وقت اللي كنت نلعب، أسهل لي برشا من اللي أنا متفرج. الديربي التونسي ليه نكهة خاصة للاعبين، للجمهور، للأحباء، للإعلام، للكل. تدخل حجة ملابس بل ساعة تدخل في عالم آخر. الديربي تدخل في عالم آخر كأنك تحضر في نهائي كأس عالم. الديربي حاجة معناها يكون اللي ما لعبش الديربي بتاعت تنقصوا حاجة. الديربي نعيشوه، واللي ما يعيش الديربي التونسي والديربي في تونس والنكهة نتاعو نضيع حاجة كبيرة. ساعة الديربي نتاع الملاعبية، مش نتاع المدربين ومش نتاع المسؤولين، مش نتاع الببليك، نتاع الملاعبية. هنا في المنعطف الأخير من الموسم يتصدر النادي الإفريقي المشهد ب62 نقطة، فيما يترصد الترجي الرياضي التونسي من الخلف ب60 نقطة، وبينهما خيط رفيع يفصل بين الحلم والارتباك، بين القمة والزلزال. الجولة القادمة ليست جولة عابرة في رزنامة البطولة، إنها الجولة التي تشم فيها رائحة الحسم وتسمع فيها دقات اللحظة قبل أن تبدأ. إنها الديربي، ذلك الموعد الذي لا يدخل في خانة المباريات بل في خانة الأحداث، موعد حين يذكر تتبدل لغة الكلام وتصبح التفاصيل الصغيرة أكبر من كل العناوين. في ملعب رادس، حيث تتكدس الذاكرة فوق العشب، وحيث تهتز المدرجات قبل صافرة البداية كأنها تعرف أن شيئاً استثنائياً على وشك الوقوع، يستقبل الترجي جاره الإفريقي في مواجهة نارية. أرض تعرف معنى التوتر، ومدرجات لا تعرف الصمت، و90 دقيقة قد تحمل موسماً كاملاً في حقائبها. الإفريقي يدخل وهو متقدم، لكنه يدرك أن التقدم في الديربي ليس ضماناً بل مسؤولية، فالفارق نقطتان فقط، وهذه ليست أفضلية مريحة بقدر ما هي حافة ضيقة لا تسمح بأي انزلاق. أما الترجي فسيأتي مدفوعاً بعامل الأرض والجمهور، وبغريزة الفريق الذي يعرف أن هذه اللحظات لا تمنح بل تنتزع انتزاعاً. في مثل هذه المباريات لا تقاس القوة بعدد الفرص بل بقدرة الفريق على احتمال الضغط، لا تقاس القيمة بالأسماء بل بالثبات حين تبدأ المدرجات في الاشتعال، ولا تكتب البطولات غالباً في المباريات الهادئة بل في المقابلات التي تشتعل فيها الأقدام وتتكلم فيها الأعصاب وتختبر فيها الشخصية حتى آخر نفس. الديربي في رادس ليس مجرد لقاء بين متصدر ووصيف، إنه اصطدام بين طموحين، بين جماهير لا تقبل النصف، وبين فريقين يعرفان أن كل هفوة قد تربك الحسابات، وكل دقيقة قد تقلب المشهد، وكل هدف قد يفتح أبواب المجد أو الندم. هنا لا مجال للحياد داخل الميدان، إما أن تصمد أمام العاصفة أو تبتلعك، إما أن تكتب اسمك في الصفحة الأخيرة من الموسم أو تتركها لغيرك. هذا هو الديربي الذي لا يشاهد فقط بل يعاش، والبطولة قد تبتسم لفريق وتخون الآخر. 90 دقيقة تفصل بين حلم يقترب وآخر يولد من جديد. كل الطرق تؤدي إلى رادس، حيث لا صوت يعلو فوق الديربي ولا حقيقة تحسم إلا فوق الميدان.